بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة السهم الثاقب. يا رب تكونوا دايما بخير وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على الكل. إن شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعلى كل المتابعين. حد طلب مني تحديث لسهم العبور للاستثمار العقاري. السهم ده احنا حللناه من حوالي شهرين، كنا بنقول عليه ان السهم عمل معانا عند المربع ده اللي من تحت، كان اللي هو بداية التجميع، وبعد كده عملنا الصعود، وكنا بنتكلم ان احنا في فترة اعادة التجميع. حتى انا كنت كاتب عليه سهم سهم تحت التجميع، اللي هو كنا زي ما اتكلمنا ان اي هبوط فيه في المكان العرضي ده، اي هبوط ينزلك عند القاع بتاع او عند كل ما تشتري قريب من القاع بتاع التجميع او الرينج العرضي، فده يكون شيء احسن وتصبر في السهم، وبعد كده السهم هيعمل معاك انطلاقة. تمام. وقد كان ان السهم هبط معانا عند الاماكن دي اهو، عند الاماكن اللي هي عند 7 جنيه. يعني حتى احنا كنا بنتوقع ان هو ينزل اكتر من كده، لكن طبعا الميكر يعني ما اداش فرصة لحد ان هو يزود او يعمل اسعار اقل. فهنشوف ان السهم بدأ يرتد معانا من عند نسبة 50. يعني انا كنت بتكلم في الفيديو ان هو ممكن ينزل معانا، يعني انا كنت قلت كده بالظبط ان هو ممكن ينزل معانا عند نسبة 61، وممكن ما ينزلش. احنا كل ما نشتري باسعار اقل بيكون احسن، لكن احيانا الميكر او خلاص هو خلص تجميعه او هو عايز ينطلق، يعني مش عايز ينزلك السهم تاني اكتر من كده. فخلاص كل دي منطقة تجميع. يعني هو قاعد لكام من سنة 23 يناير، من سنة فبراير، 20 فبراير تقريبا 2022. احنا النهاردة يعني يعتبر مارس 2025، يعني ليه 3 سنين الميكر بيجهز نفسه وبيشتري وبيجمع في السهم ده. تمام. فمش شرط ينزل لك لأماكن انت عايزها، لا هو ممكن يعني يصعد من قبل كده كمان. طيب حاليا هو عمل ايه؟ يعني هو بدأ نشيل الفيبوناتشي من هنا. حاليا السهم بدأ يعمل لنا اختراق لمكان التجميع اللي هو المربع ده اللي احنا رسمينه، بدأ يعمل لنا اختراق. في نفس الوقت احنا رسمين كده قناة سعرية. تمام اهو. فطبعا السهم اخترق ليها كده وبعد كده نزل تاني. فطبعا هو كده كده السهم عنده صعود، كده كده هو هيصعد، السهم كده كده هيصعد. فأي هبوط فيه أو أي تريحات في السهم، يعني تشوف مثلا تصحيح، تشوف تريحات في السهم تنزلك الأسعار أقل شوية، فدي طبعا فرص للشراء. إن بعد كده إن هنا رسمنا واحد، وإحنا حاليا عملنا واحد من 3، و3 برضو عملنا واحد منها. فالصعود اللي جاي ده هيكون اللي هو بتاع 3 من 3، الصعود العنيف اللي هو على الأقل هيوصلك عند القمة عند 20. يعني فجأة كده هتلاقي السهم ده وصل ل20. تمام. والمفروض انه يتعدى القمة، يعني 20 ممكن يريح منها شوية كده مثلا، وبعد كده المفروض ان هو يعني المفروض ان هو يعمل قمة تانية. اللي يعمل قمة تانية ان هو سهم صاعد، هو في الاساس سهم صاعد بيعمل بيعمل يعني قاع اعلى من قاع. فالطبيعي والمنطقي ان هو يعمل لنا قمة واعلى من قمة، فده سهم صاعد. تمام. وخلص اللي هو احنا قلنا كده ان هو من الهبوط ده كله خلاص خلصنا الهبوط، يعني مفيش، قلنا كده انه مش هينزل لنا يعمل لنا قيعان تانية فخلاص. فكان اي هبوط في السهم ده كانت كانت فرصة للشراء. وحاليا برضو يعتبر يعني لو نزل يعيد اختبار مثلا الاماكن دي، اماكن القمم دي اهي عند 9 مثلا 77. فأي هبوط طبعا في السهم ده يعتبر أماكن شراء، عند مثلا 10 40، عند 10. فالسهم ده للتجميع برضو، ان هو اي هبوط فيه يعني نستغله في الشراء، وبعد كده للاحتفاظ، للاحتفاظ فترة. على الأقل لازم يعني هيجيب لك ضعف السعر اللي احنا فيه حاليا. هو سعره حاليا 10 أو 10 80، أو لو نزل ل9 9 ونص الأماكن دي هيبقى فرصة للشراء. وبعد كده نستهدف منطقة 20 ونص، ضعف السعر الحالي. تمام. فزي ما قلنا السهم ده كان تحت التجميع، وحاليا خلص التجميع وبدأ في الانطلاق. فأي هبوط فيه في الفترة اللي جاية أو الأيام اللي جاية يحصل هبوط، يحصل تصحيح، نستغل الهبوط ده في الشراء طبعا أكيد. يعني ممكن السهم يبدأ برضه يصعد شوية تاني، وممكن بعد كده ينزل يعيد اختبار
القمم دي. تمام، يعني ممكن برضو يبقى يعمل لنا كده اهو. فاحنا كده كده صاعدين، احنا كده كده هيكون عندنا صعود. فطبعا الحل الامثل اللي هو كان الشراء ايه، من الاماكن اللي هو نزل ليها الفترة اللي فاتت، ده طبعا كان الحل الامثل للشراء. لكن اللي معرفش يشتري طبعا فايه، خلاص هو كده صعد معانا من الاماكن دي. وممكن برضو ايه يدينا قمة تانية مثلا كده مثلا، ويبدأ بعد كده يريح شوية. فأي تريحات في السهم ده يعتبر فرصة للشراء، ويبدأ بعد كده يصحح اللي هو الصعود ده. يعني زي ما هتكلمنا ممكن يجي يختبر القمم دي تاني عند الأماكن دي، وتنتظر معاه، وبعد كده هيكون في صعود، صعود قوي إن شاء الله في السهم ده. تمام، ده كان سهم العبور للاستثمار العقاري. وكل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد عليكم جميعا، وشكرا جزيلا.